السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودناكم دايما على الانفرادات واخبار مهمة جدا جدا جدا. الزمالك يسابق الزمان لانهاء أزمة الرخصة الإفريقية. أخبار مهمة جدا. غليان في النادي الأهلي بسبب رحيل تريزيجيه، مفاجآت في رحيل تريزيجيه، وأخبار تفصيلية. شروط الزمالك الصارمة لتجديد عقد فتوح، وخبر مهم جدا. كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس نادي الزمالك، واللي حصل في الاجتماع بابلو فرانكو اسم يطرح نفسه داخل نادي الزمالك والمدير الفني الجديد. أخبار مهمة جدا جدا، ولكن ابقوا معنا. ايه يا باشا القصه وايه الحكايه؟ الرخصه دوليه خبرنا، انا اسف، الرخصه الافريقيه خبرنا الاول. وطبعا حتى الان 7 قضايا على السيستم، ولكن نادي الزمالك فعليا خلص جميع القضايا، فاضل 3 قضايا فقط لا غير. طيب ازاي هم 7 على السيستم وازاي الزمالك خلص 3 قضايا؟ كل الحاجات دي يا جماعه بتحتاج وقت. احنا اتكلمنا من امتى على فرجاني ساسي، وقلت لك ان هو مخلص، وقلت لك ان طارق حامد سافر له واتكلم معاه، ولكن قضيه فرجاني ساسي لسه متشاله الان من على السيستم. يمكن الموضوع من 10 ايام احنا قايلين عليه. وقضيه نهضه الزمامره برضو اتشالت، فانت عليك 7 قضايا حتى الان على السيستم، ولكن فاضل لك 3 قضايا انا بعتبرهم ان هم قضيتين فقط لا غير. القضيه الاولانيه بخصوص ابراهيم النضاي، ودي العقده الكبيره لنادي الزمالك. وانا قلت لك لو نادي الزمالك ما قدرش فنادي الزمالك هيديله الفلوس كاش. والقضيه الاخرى هي قضيه مع نادي الكسندرا الاوكراني والخاص والمالك الاصلي لاخوان بزيره ب1,100,000 دولار. نادي الزمالك ليه قسطين، كل قسط عامله بقضيه، فلذلك نادي الزمالك يقدر ان هو يخلص بقى، يتواصل مع النادي وبيتفاوض معاه بحيث ان هو يخلص القضايا ال3 قضايا الاخيره دولت، ويبقى نادي الزمالك كده خلص كل القضايا اللي عليه. نتمنى ان نادي الزمالك ان شاء الله يقدر يخلص القضايا بتاعته عشان موضوع الرخصه الافريقيه. طبعا هم عمالين يتكلموا، وطالع اللي هو عامر العمايري يقول لك ايه، يقول لك نادي الزمالك عليه 7 قضايا وفي 5 منهم في قبل يوم 31، يعني 5 في الرخصه. طبعا كل الكلام ده عاري بالصحه. طبعا هم المجلس بيعمل في صمت، على فكره هم ما بيتكلموش وشغالين في صمت. وزي ما قلت لك كده، وزي ما انا بنفرد هنا اقول لك نادي الزمالك عليه 3 قضايا فقط لا غير. تعال اكلمك بقى على موضوع الاهلي واشتراكه في البطوله الافريقيه، وفضيحه بجميع يعني جميع المواقع العربيه بتتحدث عن هذا الامر، لدرجه ان احدى الصحفيين او المراسلين نافع بن عاشور طلع واتكلم يا جماعه وقال ان النادي الاهلي مش هيشارك في دوري الابطال، حرفيا استحاله ان هو يشارك. وطبعا محاولات من النادي الاهلي باي طريقه، وطبعا ضغوط على هاني ابو ريده علشان يمشي لهم الامر. ولكن يا جماعه هو النادي الاهلي بيعمل كده ليه؟ وليه كل الضغوط اللي انت شايفها وانا شايفها والكلام ده كله؟ انا الكلام ده قلته لك هنا في المكان ده، من مكان هذا قلت لك الاهلي بيحاول بقدر الامكان، ده يعتبر زي ما بيقولوا كده معركته الاخيره. ليه؟ لان السنه اللي فاتت عندك كان بيراميدز واخد دوري ابطال افريقيا، السنه اللي فاتت سان داونز، اللي قبليها كان بيراميدز، السنه اللي فاتت سان داونز، السنه دي الاهلي مش مشارك. السنه اللي جايه هي دي امل الوحيد للنادي الاهلي، اللي هو لو اشترك فيها البطوله اللي بعد الجايه، هو ده امل النادي الاهلي الوحيد ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا، ولازم ان هو ياخده، ولازم ان هو يقدر ان هو يوصل البطوله. لكن نادي الزمالك مثلا عنده كذا فرصه، السنه دي لو ما قدرش ياخدها فهو عنده السنه اللي بعديها ممكن ان هو يقدر ياخدها، ففرصه كبيره جدا. النادي الاهلي يا جماعه كان بيدخل فلوس كتير جدا. هي القصه مش في دوري الابطال بس، هي القصه في الاشتراك في كاس العالم للانديه او الانتر كونتيننتال، ده بيدخل فلوس كتير. وانا جبت لك قبل كده شواهد، وقلت لك ان احدى اعضاء النادي الاهلي قال لك احنا بندخل من 17 ل 20 مليون دولار، محتاجين مصاريف من 17 ل 20 مليون دولار، في حين ان البطولات الافريقيه بتدخل ما لا يقل يعني عن من 12 ل 15 مليون دولار. انت متخيل الرقم؟ 12 ل 15 مليون دولار، دي الكحكه او البيضه الذهب اللي بتنزل كده للنادي الاهلي عشان يمشي بيها اموره. الدنيا بتمشي في عجز بس مش باين فلوس داخله وفلوس طالعه، مش باين حاجه. ولكن لسه السنه اللي فاتت داخل لهم ما لا يقل عن 20 مليون دولار بسبب الاشتراك في كاس العالم للانديه. ولكن بقى مع الاحمال الكتير بقى من العقود الخياليه، واحكي لك الحلقه دي او الفيديو ده احكي لك فضايح عن العقود، فضايح. ولكن كمل معايا الفيديو. طيب ايه التفكير دلوقتي؟ التفكير هو الضغط على هاني ابو ريده. طب هاني ابو ريده بيفكر في ايه؟ هاني ابو ريده بيتحرك من هنا لهنا لهنا. اخر حركه ليه هو طلع على في كاس العالم في امريكا، قال لك ان انا هتابع الدنيا، لان هو برده من ضمن
لجان الفيفا، فهو برضو متواجد عشان يحاول ان هو يضغط، ولكن يضغط على الكاف من فوق. الكاف نفسه شايف ان الامر كانه موجه، ان انا مثلا هحط عشان الاهلي هو ثالث في افريقيا ان انا هغير السيستم كله بتاع البطوله. الكاف بيبص لها جزء اداري، يعني انا اغير الكاف كل السيستم بتاع البطوله عشان النادي الاهلي يخش دوري الابطال، يبقى انا كده غيرت البطوله علشان النادي الاهلي. في حين ان الموضوع بقى واضح جدا للاعلام وللصحفيين، حتى اخواتنا العرب بيقول لك ايه، بيقول لك طيب بص النادي الكاف لو غير فعلا السيستم بتاعه علشان النادي الاهلي، يبقى فعلا زي ما بيقول نادي الزمالك ان هو فعلا مدلل للكاف ومدلل للاتحاد المصري، لان الاتحاد المصري اشمعنى دلوقتي بيقدم وبيطلب ان النادي الاهلي يشارك؟ طب ما انت عندك الست سنين اللي فاتوا دولت كم مره نادي الزمالك طلع ثالث، وكم مره نادي الزمالك شارك في الكونفدراليه، وبيراميدز كم مره شارك في الكونفدراليه؟ ما فيش حد اتكلم ولا تحرك احد ساكنا. اشمعنى المره دي لما النادي الاهلي شارك؟ اشمعنى المره دي؟ بالاضافه ان هو السنه اللي قبل اللي فاتت مع بيراميدز برضه حصل نفس الشيء، ان هم خلوا الاهلي يشارك بدل بيراميدز برضه بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. نقفل بقى القصه ديت واكلمك على موضوع شركه الكوره. انا جايب لك النهارده اسماء الناس اللي موجوده داخل شركه الكوره، وده انفراد من مكاني هنا، بقول لك انفراد بالاسماء المرشحه لشركه الكوره. ولكن قبل ما نتكلموا عن الاسماء والكلام من ده، انا عايز اسال بس مجلس اداره نادي الزمالك، ليه يا جماعه ما نخليش الموضوع كده ايه على الملأ؟ يعني هو ليه مجلس اداره نادي الزمالك مثلا حتى الان ما فيش ولا واحد طلع يتكلم؟ يعني هم قالوا من ضمن الاسماء مثلا هاني بيرزي، تمام، من ضمن اسماء مجلس الاداره، ولكن وجود هاني بيرزي انا ما اعرفش هل هو قانوني ولا مش قانوني، لان احدى اخواتنا برضو جاب نص في القانون قال لك ان ما ينفعش حد من مجلس اداره الزمالك يشارك في موضوع شركه الكوره. فهل الموضوع قانوني ولا مش قانوني؟ وسواء قانوني بقى او مش قانوني، ليه مجلس الاداره مثلا لنادي الزمالك ما يعملش حلقه؟ ما قبل كده استاذ هشام نصر عمل حلقه مع الصحفي الكبير جاليليو واتكلم برضو على كل التفاصيل. ما تعمل اعمل على الابلكيشن بتاعك فيديو واتكلم واشرح وقول شركه الكوره كده وعيوبها كده ومساوئها كده، ولكن حاله من حالات التعتيم الاعلامي، ناس مع وناس ضد. انا واحد من الناس ولا مع ولا ضد، انا عايز مصلحه نادي الزمالك، لكن فين مصلحه نادي الزمالك؟ مين اللي يقول لنا يا جماعه على مصلحه نادي الزمالك؟ هقول لك على المشتركين في لجنه الكره، ولكن خليك معايا، او اللي مشتركين في شركه نادي الزمالك شركه الكره، ولكن خليك معايا، انزل اعمل لايك واعمل الشير وشارك في القناه حتى يصلك كل جديد وخبر مهم جدا 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 عن تريزيجيه ومفاجآت. تعالى بقى يا صديقي واقول لك عقد تريزيجيه كده من اوله. على فكره عقد تريزيجيه ما حدش يتكلم فيه، ما بيقولش تفاصيل، برده للتكهنات. عقد زيزو برده للتكهنات، كل الناس بتتكهن ان هو اعلى من 100 مليون. وتعالى بقى اقول لك على فضايح في طبعا احدى البرامج اتكلموا عليه ان عقد تريزيجيه على فكره عقد تريزيجيه حوالي 5 سنين، السنه الاولانيه 2.5 مليون يورو، متخيل؟ السنة الثانية 2.5 مليون يورو، انت متخيل الرقم؟ السنة الثالثة 1.5 مليون يورو، طبعا هو بيقل. المهم مجمل العقد 8 مليون يورو في 5 سنوات، متخيل العقد؟ 8 مليون يورو في 5 سنوات، متعاقد مع النادي الاهلي 5 سنوات، يخلص العقد بتاعه لغاية 2030، تمام؟ ده بالنسبة لعقد تريزيجيه مع النادي الاهلي، طبعا ارقام خرافية. طبعا يا جماعه الدنيا كانت ورديه، انت معانا في دوري الابطال، واحنا كده كده يعني بص بيتعامل بالتعامل بنوع من انواع الاستحقاق. احنا كده كده كل سنه في دوري الابطال، وكل سنه في كاس العالم، ولو ما كانش كاس عالم انتر كونتيننتال، انت كده كده معانا والدنيا ماشيه معانا، واحنا مظبطين الدنيا ومسطبين الدنيا، ورجالتنا عارفين مين اللي كل سنه موجود. الكلام ده ما فيهوش اي مشاكل. طبعا لما نادي الزمالك خد الدوري واداهم الصدمه الكبيره، وبيراميدز حارب طبعا غلبهم رايح جاي وخد منهم المركز الثاني، طبعا الدنيا كركبت. وانا واحد من الناس بقول لك ان الدنيا كركبت، لان هم ما كانوش متوقعين السيناريو اللي حصل ده. طبعا اللاعب قال لهم انا مش هقعد عشان الاعب البط الكيني والوز المازيمبي والقصص والحكايات دي، انا قاعد عشان العب دوري ابطال واروح بعد كده العب في كاس عالم. انا عايز اروح العب مع فرقه عالميه، انما انا ايه اللي دخلني كونفدراليه وقصص وحكايات من القصص دي؟ بالاضافه ان النادي الاهلي مصاريفه كبيره جدا جدا. وانا اتكلمت هنا وقلت لك ان النادي الاهلي مهدد بالافلاس، انا واحد من الناس قلت لك الكلام ده وكتبت احدى العناوين. وطبعا في ناس بتنزل تقول لي ايه اللي انت بتكتبه ده؟ يا جماعه النادي الاهلي مهدد للافلاس، النادي الاهلي عنده مشاكل ماليه كبيره جدا، ولكن الضخ اللي جوه النادي الاهلي هو اللي موقفه على حيله، انما عكس نادي الزمالك ما عندوش الضخ ده كله، ولكن هو ده اللي موقفه على حيله. طيب تعالى بقى نرجعوا لقصه تريزيجيه. النادي الاهلي بقى عايز يبيعه،
النادي الاهلي عايز يبيعه. ده المفروض ان هو مر من العقد بتاعه سنه واحده بس، سنه واحده بس. هل الاهلي باعه؟ الاهلي ما باعهوش. الاهلي ساب اللاعب في مقابل ان اللاعب هيدفع مبلغ $512,000 للسنه الاولى. $512,000 للسنه الاولى على 6 شهور، $85,000. لو هنكمل مع الرياض السعودي هيدفع مبلغ $150,000 السنه الثانيه. يعني مجمل المبلغ اللي هيدفعه تريزيجيه حوالي 635 او 640,000 دولار هيدفعهم للنادي الاهلي. النادي الاهلي اول عن اخر باع تريزيجيه ب $635,000 اللي دافع معاه 2.5 مليون يورو كل سنه وكلام من ده. 635 يعني يعتبر ساب اللاعب ببلاش، يعتبر ساب اللاعب ببلاش. بالنسبه للاعب بقى مع النادي الرياض السعودي فهو واخد مبلغ كويس لان هو يعتبر رايح فري. تخيل انت. تعال بقى للاعلام المصري وطريقه كلامه على اللاعب نفسه، وان ازاي اللاعب يفسخ عقده بالطريقه دي مع النادي الاهلي. لو الكلام ده حصل مع نادي الزمالك ايه اللي هيحصل ساعتها في القنوات بقى والبرامج؟ وكان يقول لك ازاي نادي الزمالك خسر وكم الفلوس اللي خسرها وازاي يدفع 2.5. يعني ده ما يجيش 8 سنه واحده. الاهلي دفع 2.5 مليون يورو سنه وخد من اللاعب مبلغ بايع اللاعب ب $650,000. انت متخيل المبلغ؟ متخيل المبلغ ده اللي النادي الاهلي دفعه للاعب؟ ولكن الاعلام المصري لا يرى لا يسمع لا يتكلم، ما بيتكلموش الا على نادي الزمالك بس. نقفل القصه دي بقى ونروح على حسام عبد المجيد. وظهر لك فجاه نادي كلوج الروماني، ونادي كلوج الروماني عارض حوالي $200,000 تقريبا، يعني زياده عن النادي البلغاري. ولكن يا جماعه في العقود بقى لما تيجي تبص على العقود هتلاقي حوالي $600,000 مميزات. يعني ان هو لو صعد دوري، على فكره النادي البلغاري برضو افضل لان هو متصدر الدوري بقاله 13 سنه في بلغاريا. يمكن فريق واحد بس قدر ياخد منه الدوري، لكن هو متصدر وهو كده كده بيصعد دوري ابطال اوروبا. ففي الحاله اللي زي دي لو صعد من المجموعات هيبقى نادي الزمالك ليه نسبه في $300,000 برضو مشاركات اللاعب، في حوالي 20% اعاده بيع، يعني برضو في مبلغ كويس جدا لنادي الزمالك. فنادي الزمالك استقر خالص على النادي البلغاري، وبالتوفيق لحسام عبد المجيد. وطبعا كان في حديث امبارح بذكر حسام عبد المجيد، بيكلم حسام عبد المجيد بيقول له هل انت ممكن هتبقى كوبري مثلا للنادي الاهلي؟ قال لك طيب يا جماعه الكلام ده انا لو فاضل سنتين في عقدي، انا كل اللي فاضل في عقدي سنه، انا شهر يناير الجاي اروح امضي لاي نادي، انا اقعد ال5 شهور دولت وكده كده همشي ببلاش. فايه اللي هيقعدني كل ده؟ يعني ايه اللي هيخليني اعمل كل ده اذا كان انا اول السنه ممكن امضي لاي نادي؟ فاللاعب نفسه اتكلم بنوع من المنطقيه وقال لك ان هو يعني وهو عنده 7 سنين بيلعب او 9 سنين بيلعب داخل نادي الزمالك، وهو محب من محبين نادي الزمالك وعاشق لنادي الزمالك، ووالده طلع اتكلم. فاللاعب نتمنى له التوفيق ان شاء الله في مسيرته، وواحد من اللاعبين الناشئين، واتمنى بقى افراز لاعبين اخرين لنادي الزمالك. نقفل الخبر ده وحاله من الغضب من لاعبي نادي الزمالك. وانا قلت لك على موضوع المستحقات ده من فتره برده وانفردنا بيه هنا في القناه، وقلت لك ان المستحقات الماليه للاعبين او للاعبي نادي الزمالك اللعيبه مستنيه من اول الدوري اللي فات. هم قالوا لهم العبوا الدوري وهتاخد وهتاخد وهتاخد، العب الكونفدراليه وهتاخد 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 وهتاخد. واللعيبه طبعا شايفين ان وعود مفيش، وطب خلصوا الدوري وخلصوا الكونفدراليه، طيب روح صيف وروق نفسك وتعالى وهنبعت لك على الحساب. ما حدش بعت. طيب رجعوا من الاجازاتهم ومصيافهم ومش عارف ايه، فين الفلوس؟ مفيش فلوس. في حاله غريبه من الغضب داخل اوضه اللبس او من اللاعبين طبعا قبل المعسكرات. ويمكن احدى اسباب تاجيل المعسكرات هو بسبب حاله الغضب دي من اللاعبين، ومحاولات على قدم وساق بقى لان هم يحاولوا ان هم يدخلوا في حسابات اللاعبين مبالغ ماليه خلال الفتره الجايه، وهيكون ان شاء الله خلال الفتره الجايه. بل اعلنوا كمان ان في كشف طبي طبعا للاعبين خلال الفتره الجايه، وقياسات بقى علشان استعدادا للموسم الجديد، ويشوفوا بقى حد كل زياده وزنه زاد كلام من ده. واعلنوا الكلام ده ان هو يبقى 18 الشهر ده باذن الله. نتمنى التوفيق باذن الله، ونتمنى بقى نحلوا الازمه الماليه دي واللعيبه تخش وتعمل المعسكر بتاعها باذن الله. ولغايه دلوقتي على فكره مفيش نادي من الانديه عمل المعسكر بتاعه. فتوح وتجديده لنادي الزمالك. وانا بقول لك من هنا ان طلبات فتوح خلال الفتره الجايه لن تكسر سقف نادي الزمالك. طب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم عادل؟ الكلام اللي انا بقوله لك يعني فتوح لو ابتدى بقى يخش في الدور بتاع زيزو وحسام عبد المجيد ومش عارف ايه، لا يا عم فتوح انت طالب مثلا، احنا السقف بتاعنا اخرنا 20 مثلا ولا 25، انت لو عديت ال 25 فمعلش شوف لك عرض ومع السلامه، لان انا مش هكسر السقف بتاعي. انا ليا ليميت معين، واللي حصل في الاهلي انا مش هكرره عندي، وهو ده اخري، لان دي امكانياتي وهو ده اخري.
فخلال الفتره الجايه هيكون نادي الزمالك قولا واحدا هيتعاقد مع اللاعب. احنا اخرنا كده، انت موافق على كده اهلا وسهلا، مش موافق على كده فشوف لك او هات لي عقد وتوكل على الله خلال الفتره القادمه. ده شعار نادي الزمالك لجميع اللاعبين، وهو ده وضع اوضه اللبس. والحقيقه من اول ما جه جون ادوارد بقى مفيش بقى ايه قلقيل وقلقله وكلام من ده، هو كده وهي كده، عاجبك مش عاجبك، وده اكتر حاجه عجباني في جون ادوارد. تعالى بقى ونتكلموا على سر اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة. ودعني أتحدث قليلا عن وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، واحد من أفضل الوزراء اللي مسكوا وزارة الشباب والرياضة. مبدئيا هو أول ما جه أول شهر ونص ما عملش حاجة خالص، هو بقى يتفرج ويتابع وينزل المراكز ويعمل زي ما بيقولوا كده زيارات مفاجأة ويعمل مرورات مفاجأة. ولكن الراجل يا جماعة أول ما بدأ اتكلم في استثمار، أول ما بدأ اتكلم في استثمار، وقال لك لازم نستثمر ولازم نغير ولازم المنشآت تصرف على نفسها. ازاي نادي زي الاهلي وازاي نادي زي الزمالك بيخسر وبالمبالغ اللي زي دي؟ فاحنا لازم نفكر فكر استثماري، لازم نغير القوانين، لازم نغير كل شيء. وتحية بقى لهذا الرجل المحترم جوهر نبيل. مش على دي بس، على كمان ان هو عنده مشكله مع وزاره الاوقاف هو مش قادر يحل، ومع نادي الزمالك صعد يا باشا على طول، قام جاي مصعد الموضوع لرئاسه الوزراء. وسر الموضوع بسبب هذا الامر ان دلوقتي في 51,000 متر مربع في ارض 100 عقبه، في جزء 90,000 متر دول ملك لنادي الزمالك في 100 عقبه، ولكن في 51 انا باخدهم بايجار. نادي الزمالك كان بيدفع نص مليون في السنه، فجاه جم علوا الايجار قال لك 24 مليون في السنه، 24 مليون في الشهر، انا اسف، قال لك 24 مليون في الشهر. فلما يجي نادي الزمالك يدفع كل شهر، يعني مش مثلا كل شهر نص مليون، لا ده انت هتدفع 24 مليون في الشهر، حاجه زي كده والله. مش متذكر الرقم بس رقم كبير. طب احنا عايزين نشتروا الارض 5 مليار، نديك الارض ب5 مليار. فطبعا الموضوع مقحف، اللي هو ايه يعني انتوا عايزين مننا ايه يا جماعه؟ يعني من في السنه نص مليون تيجي تقول لي اصل الارض هتشتريها ب5 مليار وتدفعني كل شهر 20 مليون ولا 24 مليون كل شهر؟ ده ايه ده؟ ليه يعني؟ فطبعا بدات الامور تاخد بقى سكه تانية بعد المحادثات. طب ايه رايك نعمله مع بعض زي ما بيقولوا كده بيزنس، ونعمله في الارض مشروع؟ ولكن الامر وصل زي ما بيقولوا كده يعني لحاره سد. فابتدى بقى رئيس الشباب والرياضه يصعد بقى لرئيس الوزراء ويتكلم معاه، وده اللي احنا مستنيين منه. على عكس بقى رئيس الشباب والرياضه اشرف صبحي لما كان موجود الامر ارجو من جماهير نادي الزمالك ان تطمئن، ارجو من جماهير نادي الزمالك ان تكون هادئه البال، الموضوع سيتم، لن نترك نادي الزمالك، لا، لغايه ما هدم النادي، لغايه ما دمر النادي. ولكن احنا بنشوف النهارده جلسه بتجمع رئيس نادي الزمالك مع رئيس الوزراء عشان الموضوع دوت. ورئيس الوزراء في نهايه الامر طلب توصيات ان نادي الزمالك ده نادي رياضي ولازم يبقى فيه نوع من المرونه من وزاره الاوقاف، ده نادي تبع الدوله، فانت لازم يبقى فيه مرونه. وطلب ان هم كل الحلول المطروحه ديت يبقى فيه مرونه في التعامل مع نادي الزمالك. فشكرا لرئيس وزير الشباب والرياضه جوهر نبيل. عدي الدباغ من يومين عمل حادثه، راح اجر من اجنس عربيه طبعا غاليه جدا يعني، وخدها على الساحل وعمل حادث، العربيه اتدمرت. طبعا الراجل اللي هو صاحب العربيه صاحب الاجانس طالبه بمبلغ 750 الف جنيه مبدئيا 750 الف جنيه، العربيه غاليه جدا. اللاعب طبعا اعترض، فراح عمل محضر في الاسم، فاللاعب اضطر ان هو يروح الاسم وعمل ودفع المبلغ عن باكره ابيه اللي هو 750 الف جنيه، وفي نفس الوقت طلب ان هو يتصالح. وطبعا بدات اللجان بقى تشتغل وعدي، ولكن عدي اخبر نادي الزمالك ان هو بحاله جيده وان هو سليم وان هو متواجد في تدريبات نادي الزمالك ان شاء الله، وان شاء الله تعدي على خير وباذن الله. اهم حاجه بس ان هو ما يكونش اذى حد او كلام من ده. العربيه امرها سهل وممكن ان هي تتعوض باذن الله. نقفل الموضوع ده. اداره الكوره بنادي الزمالك بتبلغ الزناري بالعوده بعد رحيل طبعا حسام عبد المجيد عن نادي الزمالك، واصبح دلوقتي عندك الونش ومحمد اسماعيل والسيد اسامه واحمد حسام، كل اللعيبه دي معاك، يعني خط الظهر عندك ان شاء الله خلال الفتره الجايه هيبقى محمي. والسيد اسامه على فكره من اللعيبه الجيدين جدا جدا، ولكن تديله فرصه افضل. حسام عبد المجيد في بداياته على فكره كان سيء جدا وفي علامات استفهام، يعني كان صعب، كان ممكن ان هو ما يكملش كمان، ولكن لا، هو ما كانش فيه غيره. فنادي الزمالك مع الوقت ابتدى ان هو يعتمد عليه، ولكن حسام عبد المجيد بدا بدايات اقل بكتير من السيد اسامه.
تعالى بقى للخبر اللي كلكم مستنيينه، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. ولكن انزل اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناه حتى يصلك كل جديد. وهو المدير بابلو فرانكو، وهو المدير الفني لفريق الفاس المغربي، واحد من المدربين الاسبان، مدرب اسباني، مدرب انا شايف السي في بتاعه كويس جدا جدا. في 2010 بدا التدريب، يعني خبرات 16 سنه، من 2010 ل 2015 دوري اسباني، دوري درجه ثانيه. وبعد كده درب نادي مهم جدا جدا في اسبانيا، نادي ختافي. 2018 ضمن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد كان موجود، ولكن كان هو مساعد المدرب. 2019 2020 تولى القياده الفنيه للقادسيه الكويتي، يعني اذا درب في اسيا ودرب بقى لعيبه عرب والفكر العربي. 2021 و22 درب نادي سيمبا التنزاني، درب فريق امازورو في جنوب افريقيا. 2023 2024 بعد كده 2025 تولى تدريب المغربي الفاسي. طيب لو هنتكلموا على بطولاته، 2014 فاز بالدوري درجه ثانيه اسباني، يعني قدر يصعد الفريق بالفريق لدرجه اولى. 2020 وصافه الدوري الكويتي مع القادسيه. 2021 وصافه الدوري التنزاني مع سيمبا، وخرج من نص نهائي الكونفدراليه برضه مع سيمبا. 2025 حصل مع المغربي الفاسي على الدوري المغربي بعد 41 سنه. قدر ان هو يشتغل بقى مع العرب، قدر يشتغل مع افريقيا، لعب في البطولات الافريقيه. مدرب جيد جدا جدا جدا. كون ان هو ياخد فريق زي المغربي الفاسي من جدول، يعني يعتبر نادي متوسط، يقدر ان هو ياخد بيه الدوري، فده شيء جيد جدا جدا. نتمنى بقى ان هذا المدير الفني يكون، على فكره هو خلاص اعتذر لنادي المغربي الفاسي واتعمل له حفله وساب نادي المغربي الفاسي ومحدش عارف وجهته، ولكن احدى المرشحين لنادي الزمالك. ولكن نادي الزمالك متعتم جدا بسبب المدير الفني اللي راح تعاقد مع فريق كويتي، وكان خلاص نادي الزمالك اتفق معاه، ولكن بعد كده مشي، ولعله خير، يمكن المدرب ده افضل منه. طرح اسم جمال سلامي. جمال سلامي انا واحد من الناس قلت لك برده اسمه مطروح وكلمتك في فيديو، ولكن طبعا انا زعلان جدا. خالد الغندور طالع اتكلم وقال لك ان نادي الزمالك تعاقد مع جمال سلامي، وجمال سلامي مش عايز يدرب الزمالك. والحقيقه ان الكلام ده يا جماعه عاري تماما من الصحه. احنا ما كلمناش او نادي الزمالك ما تفاوضش مع جمال سلامي، ولكن عن طريق وكلاء. هم كلموا جمال سلامي وكلموا نادي الزمالك، ونادي الزمالك ما قابلش جمال سلامي خالص. فهو ما رفضش، ونادي الزمالك في نفس الوقت ما قعدش معاه. فانت ما ينفعش ان انت تقول كده وتطلع لجان تقول لك جمال سلامي رفض نادي الزمالك. فدي الصراحه احدى سقطات خالد الغندور. ساعات بيقول كلام كده يحسب علينا ويحسب عليه، وهو محسوب على نادي الزمالك. الزمالك يستعد، وهذا خبرنا التالي، للاعلان عن هذا الامر. يستعد نادي الزمالك بعد موافقه الجهات الاداريه بوزاره الشباب والرياضه على اجتماع الجمعيه العموميه علشان موضوع شركه الكوره. وتعالى اقول لك بقى على اهم الشخصيات اللي مرشحه لشركه الكوره. أول هذه الأشخاص محمود الجمال، رجل الأعمال الشهير، إحدى أشهر رجال الأعمال في مصر، ومرشح وكرجل أعمال موجود داخل الشركة. الاسم الثاني عمرو الجنايني، راجل بنكير ولازم يبقى موجود برضو من ضمن شركة الكورة. الاسم الثالث حازم إمام، وده من المفاجآت اللي أنا اتفاجئت بيها إن يبقى موجود حازم إمام، ولكن لازم ده يبقى موجود برضو علشان اي قرار يبقى هو قادر ان هو ياخد القرار دوت، او حاجه تخص بقى مصلحه النادي او كلام من ده لازم يبقى موجود. بالاضافه للاستاذ هاني بيرزي متواجد داخل الشركه ممثلا او ممثل لمجلس اداره نادي الزمالك، ولكن وضعه القانوني ايه انا بالنسبه لي ما اعرفش. وضع قانوني من مجلس الاداره داخل شركه الكوره برضو لسه ما نعرفش. ويبقى اسم واحد فقط، اسم واحد غامض، اللي هو بيقال انه هو شخصيه عربيه، ولو عرفت هبلغكم بيه. اظن يعني حاولت الم لك كل الاخبار بهذا الخبر. ينتهي الفيديو ولم تنتهي اخبارنا، على وعد باللقاء. لو المحتوى عجبك انزل اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناه حتى يصلك كل جديد. دمتم سالمين.